السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الأنوار الإخوان. غادي نبداو هاد الحلقة بحفل ديال التسليم ديال مروحيات أباتشي الأمريكية الستة اللي وصلوا إلى المملكة المغربية. الحفل اللي حضر ليه القائد أو الجنرال الأمريكي لانجلي، اللي قال كلمة بالعلاقات المتميزة بين المغرب وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في هذا الشق العسكري. على فكرة، فهاد القضية ديال المروحية ديال الأباتشي اللي الكثير منكم ما عرفهاش، أن 17 دولة فقط للولايات المتحدة الأمريكية اللي عاطيها هاد الأباتشي. أما هاد الأخيرة آخر ما كاين في الأباتشي المتطورة اللي خدينا منها 6 اليوم، وكاين غير دولة واحدة واللي هي المملكة المغربية في إفريقيا. كنتكلموا على الدول العربية بطبيعة الحال. مصر عندها ولكن ما عندهاش هاد الأباتشي المتطورة. مازال كاين 18 اللي جايين في الطريق في الأشهر القليلة القادمة باش توصل 24، ولكن في المجموع راه 36 طائرة أو مروحية ديال الأباتشي. هاد المروحيات اللي كتهز رؤوس كثيرة من الصواريخ، وعندها يمكن أنها تحصر عدة المناطق اللي غادي تكون محددة، أكثر من 216 كيلومتر. إذا عندها بزاف ديال المهام جد متميزة، وهي أحسن مروحية قتالية في العالم. هادشي اللي خلى العديد من المحطات التلفزيونية الأوروبية والعربية والدولية كدير تقارير على هاد القضية، وتؤكد أن المغرب غادي يقلب ويشقلب المراكز ديال القوى في المنطقة. شكون اللي متخوف خاص أو بمعنى آخر علاش المغرب كياخد الأسلحة بكثرة؟ إلا تكلمنا على هاد الصفقة اللي كانت منذ 2019، المرحلة اللي كانت أو العهدة السابقة ديال الرئيس دونالد ترامب، ويلا خديناها الآن في العهدة ديال دونالد ترامب. إذا هناك علاقة متميزة ما بين دونالد ترامب أو البيت الأبيض الآن، كرسي اللي كيشغلوا دونالد ترامب، وبين المغرب. فكاين هناك اشياء اخرى اللي كثير غادي نتكلموا عليها، ولكن شكون هو العدو اللي من اجله يمكن ان المغرب كيتسلح بهذه الكثره؟ 4.5 مليار دولار حجم هذه الصفقه. اذا لابد اننا نتكلموا على الجيران ديال السوق اللي هما الجزائر، ولكن كاينه اسبانيا ايضا. هنا اللي خلاو بزاف ديال الخبراء الاسبانيين والقنوات ديالهم حتى هما ينتعظون كيفاش امريكا كتعطي للمغرب هذه الاسلحه. الى شفنا ايضا وتكلمنا في هذا الشيء سابقا ان هناك اخبار او تخوف اسباني من اعتراف وشيك للولايات المتحده الامريكيه بمغربيه كل من سبته ومليليه. علاش امريكان كدير هذا الشيء مع المغرب؟ كنا كنعرفوا ان دونالد ترامب عنده حاجه وحده، رابح رابح، والعلاقه ديالو مع المغرب علاقه متميزه. الموقع ديال المغرب كنتكلموا على افريقيا هي المستقبل ديال البشريه، سواء الا تكلمنا على الغذاء العالمي او تكلمنا على المخزونات اللي كاينين والكنوز الداخليه اللي كاينه في هذه القاره. ولا بد انك تدخل لافريقيا كدوله عظمى، لابد انك تمر على المغرب بسبب الموقع الاستراتيجي ديالو، البنية التحتية، وكذلك ما يمتلكه المغرب من إلى تكلمنا على الكنوز اللي تكلمنا عليها. كنتكلموا هنا على جبل التروبيك بطبيعة الحال، كنتكلموا كذلك على الموقع البحري كممر. ملي كنتكلموا على الموانئ اللي عندنا، الميناء الكبير ديال طنجة، الميناء المتوسطي، ولكن كنتكلموا حتى على الموانئ ديال جنوب المملكة المغربية. إذا هذا التخوف اللي عند إسبانيا هو نابع من واقع، وهذه العلاقة اللي غادي تكون. فمن جهة أخرى المغرب لا قدر الله إلا دخل شي حرب، راه حتى الولايات المتحدة الأمريكية غادي تكون داعمة ليه. علاش غتكون داعمة ليه؟ لأن الأسلحة الأمريكية في حوزة المغرب، والأمريكان مستحيل أنهم يبغوا يشوفوا
نفترض ان هذه الاسلحه عيانه، ما غتبغيش ميريكان انها تكون الاسلحه ديالها تنهزم، او الحلفاء ديالها اللي عندهم الاسلحه ديالها ينهزموا. هذا فقط للتوضيح. غادي نمشيو لموضوع اخر. اليوم بالسعوديه تلاقى الوزير ديال الخارجيه المغربي سيد ناصر بوريطه بوزير الخارجيه السعودي سيد بن فرحان، الامير فرحان. اللجنه 14 ديال اللجنه المشتركه، او الاجتماع رقم 14 للجنه المشتركه المغربيه السعوديه، على اثره السعوديه كتاكد على مغربيه الصحراء، وان الموقف السعودي هو موقف ثابت، ما فيه حتى شي تردد او اي شيء، واعتراف كذلك الدور اللي كيقوم بصاحب الجلاله الملك محمد السادس في مختلف القضايا وبناء المملكه المغربيه. اذا هذا كدعم آخر من الدول الشقيقة والصديقة اللي دائما تدعم المملكة المغربية بشكل صريح، ما كيكونش واحد التردد أو رجل هنا ورجل هنا. لا، السعودية والإمارات والأردن وبعض الدول اللي هادو عندهم الموقف ديالهم ثابت. والصفعة اللي كانت بالنسبة للكابرانات هي عدم الحضور في القمة ديال الخليج اللي غادي يحضروا لها 4 ديال الدول، من بينهم المملكه المغربيه، كل من مصر والمغرب والاردن وكذلك سوريا. اذا صفعه موجهه للكابرانات. اليوم دايرين 2 ديال البرامج. البارح داروا واحد البرنامج في الجزائر في احد القنوات ديالهم، اللي اش غادي نقول لكم، شحال نبقاو ندويو على هذوك الكنوس صراحه بزاف 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 شمئزاز، واحد الحقد اللي عندهم فات كل ما يمكن. كنتكلموا على تلفزيون رسمي وجايبين واحد البرنامج زعما ديال التهريج ديال الضحك، ودايرين واحد على اساس انه ملك، زعما كيضحكوا على المغرب، وتيدير الاخر بوسيدي، والاخر على اساس انه جاي زعما كان عبر الزمن هو صلاح الدين الايوبي جزائري، وكيقول ليه كيتفاجئ، قال لي انكم حطيتوا يديكم في، اصبحتوا انت ملك ومملوك للصهاينه ومملوك لاسرائيل، وداك الخوال الخاوي ديالهم. فداك الحقد ديالهم اللي كيخرجوا داك الكبت اللي عندهم، ديك العبوديه اللي تسلطات عليهم من طرف فرنسا وتسلطات عليهم من طرف العثمانيين، كيبغيو يخرجوها في التلفزيونات. لما غيخرجوا ضد المغرب، لانهم ما يقدروش على فرنسا زمطات يماهم ودارت لهم دابا 114 واحد على اللائحه ممنوعين السفر الى فرنسا وتشديد العقوبات. وهذا ما اكد عليه وزير الخارجيه الفرنسي بالامس لاحد القنوات الفرنسيه، وكذلك وزير الداخليه الفرنسي. اذا شادينهم من قرجيتهم، وهذا الشيء باقي ما فتحوش الارشيف، وقالوا بانهم اي الفرنسيين انهم غادي يحاولوا جميع الاتفاقيات المبرمه مع الجزائر غيتم التصحيح ديالها، اي انهم غادي يشدوا عليهم العصا لمن يعصى على راسهم شنقريحه، ويجيدوا السلطه والعائلات ديالهم والعقارات اللي عندهم تما، اي غيجبدوا لهم الخيخ من الخابيه. اخر خبر اللي غادي نتكلموا فيه في هذه الحلقه، وقبل ما تكلمنا على التلفزيون ديالهم في قناه ديال الطبخ سميره اللي شافرين الجزائر، شافرين لينا كل شيء. في هذا رمضان بغيتكم ديروا عليها طليله اي حاجه تلقاوها مغربيه حتى من اللباس ديالهم. فجايبين قالك دايرين الليله في هذيك القناه في ذاك البلاطو ديالهم الاحتفاء باش بالصحراويه الجمهوريه الوهميه الصحراويه ديال البوليساريو. بيناتكم الجزائر الجنوبيه عارضه على الجزائر الشماليه، وبيناتكم احنا برك عندنا غير نتفرجوا. اذا الخبر الاخير كيتعلق بالمنتخب المغربي وبحكيم زياش. خرجت اخبار كتقول بان الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي غادي قريب انه يحط، كنعرفوا ان كاين مقابلات ديال اقصائيات كاس العالم، والمغرب صافي راه تقريبا مؤهل لكاس العالم. كاين النيجر وطنزانيا. فاللائحه اللي غادي يوجدها كاين اخبار كتقول بان ما كاينش شكون هو حكيم زياش. وحكيم زياش اليوم خرجت اخبار في مختلف المواقع الرياضيه وبعض الصفحات الكبرى الرياضيه كتقول بان هناك مشكل اللي طرا في التواصل ما بين الطاقم التقني ديال المنتخب المغربي مع حكيم زياش، وهذا اللي خلى ان حكيم زياش يعلن بطريقه
غير رسمية إلى حد هذه اللحظة، ولكن أعلن على الاعتزال ديالو دوليا وتمنى للمنتخب المغربي مسيرة موفقة. فحكيم زياش بعد ما مشى للدحيل القطري قادما من تركيا من غالاتا سراي، فصراحة غادي يكون المستوى نزل ونزل بزاف، لأن حنا كنتكلموا على المستوى البدني ولكن أيضا على المستوى الذهني. فلهذا نتمنى ان المنتخب ما يبقاش مركز على واحد او جوج، عندنا بزاف اللي كان واجد ان شاء الله غادي يمثل احسن تمثيل. وشنا البارح ابراهيم دياز الاسد المغربي، حتى اليوم الاسد الاخر اللي هو هذه المره اشرف حكيمي قدم مقابله جيده جدا، ولكن للاسف انهزم الفريق ديالو باريس سان جيرمان في ملعب الامراء امام الفريق ديال ليفربول اللي كيلعب فيه محمد صلاح. انهزموا بواحد لصفر في اخر اللحظات بعد ما كان باريس سان جيرمان متفوق، وكيف ما قلت كان متألق ولدنا السبع الغضنفر أشرف حكيمي. نتمنى أنهم يعوضوا في مباراة الإياب. إذا بهذا نكون نهينا هذه الحلقة، حلقة خفيفة ظريفة. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.